اتصاب في رزقي بالشكل ده، مش عارفة اقف تاني، مش عارفة ارجع اقف تاني. حرفيا فترة من اسود فترات حياتي، والله العظيم كانت من اسود فترات حياتي، اللي هو ليه هولع انا وبيتي وعيالي ليه؟ ده ستر ربنا في بيتنا ان احنا ما اتحرقناش، الحمد لله على كل شيء، والله العظيم كان زماننا ولعنا حرفيا انا وولادي. الحمد لله على كل شيء، انا ما بقولش غير الحمد لله، كل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. السنين اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا دول انا مريت بظروف ما حد يعلم بيها غير الله، ولكن كل اللي بيبص الحياة أمنية، هي أمنية بتضحك على طول وبتتنطط وشوفوا ولادها وشوفوا عاملة وشوفوا وشوفوا وشوفوا. طيب هو في حد يا جماعة بيصور خيبته؟ انا عمري ما شفت حد بيصور خيبته، بس انا جيت بقى علشان اوريكم الخيبة اللي انا خبتها، الخيبة اللي انا خبتها والعين اللي انا خدتها، وحياتي كانت ايه وبقت ايه، ومشروعي اللي انا خسرت فيه إيه، يعني خسرت فيه عمري، خسرت فيه عمري، واتبص في رزقي، اتبص لعيالي، اتبص لزوجي، اتبص في صحتي، اتبص في كل حاجة لمجرد ان انا بضحك وبقول الحمد لله. يعني انا لما اكون موجوعة من جوايا وحد بيقول لي ازيك عاملة ايه اقول الحمد لله؟ لا، ده بتقول الحمد لله يا ستي وبتضحك اهي، هي دي باين عليها انها تعبانة؟ انا كنت في المستشفى ونايمة على السرير تعبانة بموت، وطلعت من الأوضة واحدة من القريبين، من أقرب القريبين، قالت لك هي دي منظر واحدة تعبانة؟ هي دي شكل واحدة تعبانة جوه؟ ده مش تعبانة ولا حاجة. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد. والفيديو النهارده مختلف، له روتين، ولو حتى عملنا فيه روتين فروتيننا بسيط جدا، ولكن انا جاي اعرفك من هي امنيه. وامنيه اللي على طول بتضحك، امنيه اللي على طول بتتنطط. انا شخصيا ما بحبش حتى لو حياتي كانت كلها كآبة وحياتي كلها تعيسة، فبقول الحمد لله وبضحك، بسيب الهم وبنسى الهم عشان الهم ينساني. ده اللي المفروض كلنا نعمله، ولكن في ناس ليها رأي تاني خالص. جيت في وقت زوجي قاعد من الشغل، بعد شغل 18 سنة طبعا، المهم حصل ظروف في الشغل وقعد من الشغل لحين ما يلاقي شغل تاني. نسكت؟ بيت فيه أولاد وحياة وعيشة؟ لا، تمام، يلا نعمل مشروع نصرف بيه ويبقى دخل بيه للبيت، وكمان نتاجر ونشوف حياتنا، يلا يا سيدي يلا. طلعنا على سطح بيتنا وعملنا مشروعنا بالمساحة بتاعة البيت، وابتدينا وجبنا الكتاكيت، كان دخلة رمضان، جبنا الكتاكيت دي وقلنا هنربي ونبيع وفراخ تسمين يعني، ونبتدي نسمي الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وزي ما احنا شايفين كده جبت عدد لدرجة ان انا دخلت في حوالي 38 ألف جنيه، ودفايات بقى، غير جر الكهرباء، غير النشارة، غير عدد الكتاكيت، غير ما جبت العلف بتاعة الدورة الكتاكيت كلها. والحمد لله ابتديت زي ما احنا شايفين كده، كنت فرحانة بيهم جدا، بس قلت بقى انا مش هصور علشان ما نزلش على اي منصة، وبعد ما انزل على المنصة دي والمنصة دي والناس تشوفي واجيب الحسد لنفسي، لا انا مش هصور. وخفت، بس الضربة جت من اللي مني، الضربة اللي وجعتني واللي قتلتني انا وبيتي وولادي جت من اللي مني. ايه ده؟ تقلب النص، يمين الله تقلب النص كده، ايه ده؟ انت فتحتي مزرعة، انت ما بتسكتيش، تحطي ايدك في التراب تطلع دهب؟ ايه يا شيخ اقعدي. يوم 2 طلعت لقيت الدنيا ولعة، واقسم بربي ولعة فحم، ده كله ولع، الخير اللي انتوا شايفينه ده هو كله ولع، بل بالعكس اللي كان داخل يطفي كانش شايف طبعا، لان الكهرباء ضربت من النار اللي كانت موجودة، الكهرباء ضربت، فما كانش شايف الكتاكيت تحت رجليه يدوس على الكتاكيت اللي عايشة واللي بتهرب من الحريق اللي شغال. فكان المنظر بشع 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 لأبعد الحدود. كلامي بس للناس المؤذية والناس اللي أذتني في حياتي وما زالوا مش سايبيني في حياتي، يعني أنا عايزة أعيش زي الناس، أنا عايزة أعيش أنا وولادي زي الناس.
ليه ما نقولش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين؟ ليه ما تسيبونيش ست واقفه في قلب بيتي زي ما انا؟ ليه اشوف المنظر ده؟ يعني ليه يعني اتصاب في رزقي بالشكل ده؟ مش عارفه اقف تاني، مش عارفه ارجع اقف تاني. حرفيا فترة من أسود فترات حياتي، والله العظيم كانت من أسود فترات حياتي، اللي هو أنا أقوم يا إما ابني يتحجز بالمستشفى تسمم، يا إما اتحرق، يا إما يتنصب علينا، يا إما ايه ده؟ ايه يا ولاد؟ يا إما صحتي تتدهور. مفيش يعني.